audience, here we go. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان احنا بقى جبنا العصافير، فهاخدكم في جولة في 2 من اكبر المحلات اللي موجودة في البلد هنا هوت. اللي بيبيعوا الحاجات المتخصصة للطيور والحيوانات، اي حاجة ممكن تربوها يعني في البيت. ف دي جولة يعني سريعة هنا هوت في الحاجات بتاعة الطيور. واحنا هنا هوت بنتمشى بقى، بنشوف فيه ايه. هنا ده القسم الخاص بتاع القطط. غيروا أماكن. وين في واحدة نايمة برضه. وده بقى المحل التاني، ده محل كبير جدا وفي حاجات تحفة وحاجات يعني غريبة، كل ما تتخيلوا ما لا تتخيلوه هتلاقوه موجود هناك. المحل ده عنده مجموعة كبيرة جدا من الأسماك، ف حاجات متنوعة جدا، بالرغم ان احنا دخلنا على الشتاء ومفيش ناس كتير بتجيب حاجات او طيور او اي حيوانات للتربية بيجيبوه. نادرا ما بيجيبوا حاجة في الشتاء، بس بتلاقي دايما موجودة عندهم حاجات متنوعة، يعني ممكن تروحوا تتفرجوا حتى عليها، يعني كنوع من الترفيه يعني. زرع طبيعي. زرع طبيعي. مستخبية. بيضة. مين فيكم بقى بيحب الأسماك زينا كده هوت؟
ايوه، هنا بيربوا الارانب وبيربوا الحمام وبيربوا اليمام كانهم حيوانات اليفه في البيت عاديه، مش لو يعرفوا ان احنا بناكلوهم مش عارفه كانوا عملوا فينا ايه صراحه يعني. هيعتبرونا من اكل لحوم البشر. ده العصافير. الجزء اللي عندنا. بص بقى ده اللي ب$1000. وهنا البنت اللي في المحل بتلعب مع البغبغان عادي يعني، بيطلع على ايديها وبينزل من على ايديها إيه تمام، بتعمل لنا شو يعني. ده اللي عندنا ده هنا ب65. الو. هلو. ده صوت الحمام. يمام. ده بقى من البغبغانات اللي بتتكلم. والله انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الغيه يعني علشان خاطر يقول حاجه، بس ما عرفتش صراحه. هنا تقريبا كان عايز ياكل، فعايز يقول لي يعني اعتقيني وارحمي امي العيانه علشان خاطر اعرف اكل زي الناس. هلو بونجور. هلو. 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 هاي. هاي. ده تابلو فيه شوية ريش مرزوقين، شكله عجبني صراحة يعني. عادي يا جماعة. ده بقى أكبر بغبغان أنا شفته في حياتي، وهو حاطينه كده وهو عارضينه في المحل عادي يعني. الناس بتيجي تتفرج عليه. انا بحس الناس بتروح تتفرج على المحلات اللي زي كده وكأنها رايحة جنينة حيوانات هناك. فين؟ السلحفاة هناك. هلو. وهنا هو بنت من اللي بيشتغلوا في المحل بتعمل شو برضو مع كلب عادي جاي صاحبه بيشتري له حاجات من المحل عادي. بس تحسي ان الكلاب والحيوانات بتاعتهم يعني مؤدبة ومحترمة كده، هو يعني بيسمعوا الكلام. يعني قاعدة عمالة بتقول له كل اقعد انزل اطلع، ما شاء الله عليها بيسمع الكلام. انا مش عارفة احنا الكلاب بتاعتنا لو عندنا كانوا عملوا فيها ايه بالظبط يعني.
وهنا احنا خلصنا ورايحين علشان خاطر نحاسب على حاجتنا. فأتمنى لو كانت الجولة دي عجبتكم انكم انتوا تعملوا لي بقى لايك وشير واشتراك علشان خاطر تشجعوني اكتر، واقدر ان انا اقدم لكم حاجات احسن واحسن. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة. Je vais vous laisser la porter. Celle-ci. Et voilà. Merci. À vous aussi.